السلام عليكم. بنكمل النهارده مع بعض دروس الترجمة اللي بدأناها مع بعض. معانا النهارده بعض الجمل بنترجمها من اللغة العربية للإنجليش بكل سهولة وبساطة زي ما اتعودنا. بص كده الجملة دي. أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية بسهولة. دي جملة بسيطة وسهلة جدا، عايزين نترجمها للإنجليش. بص معايا كده. أستطيع، الألف دي أستطيع يعني أنا أستطيع، فأبدأ بإيه؟ هبدأ بآي. يعني يستطيع يعني كان، يبقى I can يعني أستطيع. أن أتحدث، هنا أن ملهاش مقابل في الإنجليش، كأنها مش موجودة قدامك. أستطيع أن أتحدث، يعني أتحدث يعني speak. اللغة الإنجليزية يعني English. طب بسهولة، الباء دي سهل يعني easy، ولما تجي لك كلمة بكلمة بسهولة، بصوت عال، بسرعة، ببطء، ده بستخدم الادفيرب of manner، ظرف الحال. هي عبارة عن صفة، الظرف ده عبارة عن صفة بتنتهي ب ly. الظرف عبارة عن صفة بنضيف لها ly علشان اجيب الظرف. فعندك هنا سهل يعني easy، طب بسهولة يعني easily. هنا easy انتهت بالواي، حذفنا الواي واضفنا الاي، الواي بقت ايه؟ بسهولة. فهنا استطيع ان اتحدث اللغة الانجليزية بسهولة. I can speak English easily. تاني جملة معانا وهي اذهب الى المدرسة مع صديقي كل يوم. اذهب الى المدرسة مع صديقي كل يوم. نفس الكلام هنا اذهب، الآ دي بترجمها الاي، بتكلم عن نفسي واقول ايه؟ I. طب اذهب يعني يذهب يعني جو، اذهب يبقى عندي هنا ايه؟ I go. فلما اقول لك هنا اذهب، العب، استخدم، اشاهد، طالما دي حاجه بعملها دايما بستخدم البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. وعندك في هنا حاجه كمان هي كل يوم. فلو ترجمنا المقابل بتاع كل يوم دي في الانجليش هي every day، كل يوم every day. واحنا عارفين ان every day كلمه داله دي كي وورد للبريزنت سيمبل، المضارع البسيط. فهنا هقول I go. طب إلى يعني to، حرف الجر إيه؟ to. المدرسة يعني school. حد يقول لي ليه ما قلتش the school؟ هقول لك لو استخدمت the قبل كلمة school فمعناها أنا بذهب لغرض غير الدراسة، غرض تاني غير الدراسة. لكن لما شخص بيروح لسكول للدراسة ما بستخدمش أداة أي article قبل school. فأي go to school. مع صديقي، مع يعني with، مع with. طب صديق يعني friend. طب الياء دي صديقي، بستخدم my، بتكلم عن نفسي. ده possessive adjective، صفة ملكية. my friend، صديقي يعني my friend. طب كل يوم every day، every day. وخد بالك هنا كمان ان every day هنا كلمتين every و day، لانك لو هنا كتبت every day كلمة واحدة عبارة عن صفة معناها يوميا، لكن كل يوم بستخدم الظرف ده every day. فهنا أذهب إلى المدرسة مع صديقي كل يوم. I go to school with my friend every day. كده اتعلمنا النهاردة ازاي نترجم جملة من اللغة العربية للإنجليش بكل سهولة وبساطة. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.